يوم مريض ولا اليوم هد وكان ساس هلا بس شو بسمع صلوا على النبي. يوم أول حاجة جمعكم الله من جميع أنحاء المديرية. نحن في هذه المنطقة الحمد لله الذي جعلنا الحمد لله الذي جعلنا ننكر المنكر ونسعى جميعا في عمل الخير. غيرنا من المناطق الأخرى عندهم القتل يوميا وعندهم الجرائم غير الأخلاقية يوميا، ولا دولة ولا أخلاق ولا أعراف ترداهم. نحن نوجه رسالة لجميع الآباء والأبناء والأخوان أن نحافظ على أخلاقنا الذي تربينا عليها في هذه المنطقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق إذا عدمت في المنطقة تدهورت وجت المشاكل والمصايب، ولا ترجع الناس إلا أخلاقها وقيمها ومبادئها. نحن اليوم جمعنا هنا اجتمعنا في حكم عرفي جمعتنا فيه المبادئ والأخلاق والأعراف، ولا من الدولة غايبة، لا موجود محاكم ولا موجود نظام ولا قانون. والآن بيقرأ عليكم الحكم محمد عبد الله سالم، والحكم لله تعالى ما نحن إلا مصلحين بين عباده. نسأل الله أن يوفقنا للخير وأن يجعلنا مفتاح خير مغلاق شر، وأن يجنب منطقتنا المشاكل والفتن. والسلام عليكم. بس امشي صوت عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وخاتم الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بموجب الساس المؤرخ في تاريخ 5/10/2024 من العليهين، وهم الشيخ محمد علي عوض، والشيخ سريب أحمد شيخ، والشيخ حسين علي محمد، والشيخ أحمد بن مسعود الصقري، والشيخ عادل علي صالح، والشيخ عبد محمد علوي، والشيخ محسن محمد حكمي، والشيخ علي محسن نقمان، والشيخ باسع صالح محمد، والذي طرحه محبوس مبارك أحمد الحماصي في حكم صدر في عيبه وقتل ربيعهم محسن محمد علي رحمش بعد سماح موقع من آل منصور أولياء الدم، وصرحوا آل عاطف وهم ياسر أحمد الصنبول وعلي عوض علي عاطف، وقتلوا محسن محمد رحمش وهو مأمن مستأمن وبدون سلاح، وذلك في يوم الجمعة الموافق 4/10/2024، وتجره لآل الشرف في آل عمر، واختاروني أنا الشيخ محمد سالم عوض بن محمد حكم في قضيتهم، والساس لآل الشرف أهل جيشان، وهم التالي اسمائهم: علي محمد رحمش، أحمد مبارك الشرف، أحمد محمد حسين، صالح علي حسين، حسين صالح الشرف، عبد الله أحمد العلواني. وبموجب ورقة العفو والسماح التي قدموها آل الشرف والمؤرخة تاريخ 10/2/1978، والتي تنص على تنازل وإعفاء عن الجندي محسن محمد رحمة ماضين وموقعين عليها بأبهمتهم، وهم أولياء الدم والورثة الشرعيين في ذلك الوقت، وهم: 1. علي عوض عاطف أب المقتول أحمد علي عوض، أحمد عوض عاطف عم المقتول، محمد علي عوض أخ المقتول، عوض علي عوض أخ المقتول. وبصموا على تنازلهم وإعفائهم عن الجندي محسن محمد رحمش، وبهذه الوثيقة يصبح محسن محمد رحمش صافي من أي قتل في جنبه. وبعد دراستنا لبنود السياس ونقاطه ووثيقة العفو والسماح المقدمة من آل الأشرف، نصدر الحكم الآتي: أولا، حاكمين في عيبة وقتل ربيع العليهين بعد سماح ب100 مليون ريال لكون القتل بعد العفو والسماح مخالف للأسلاف والأعراف القبلية والدين، ويكون حكمها كبير ورادع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأخطاء. نسقط منها 10 مليون ريال للعليهين ومن حضر معهم ساده وقبيله ورباعه. كما نسقط منها 10 مليون لي أنا يا الحكم الشيخ محمد سالم عوض علي بن محمد، الصافي 80 مليون ريال
فيها ثلث العلهين المتحكمين، ويدفع صافي الحكم على 3 أقساط، كل قسط ثلث المبلغ الصافي. القسط الأول يدفع بعد 4 أشهر من تاريخ الحكم، والقسط الثاني يدفع بعد 8 أشهر من تاريخ الحكم، والقسط الثالث يدفع بعد 12 شهرا من تاريخ الحكم، والحكم إلى وجيه العلهين المتحكمين في الساس. ثانيا، هذا الحكم خاص بأهل الإشرف أهل جيشان حسب الساس المقدم إلينا، وحسب ورقتهم المقدمة إلينا بخصوص العفو والتنازل، فإننا لا نسقط حقهم في الدم. هذا وبالله التوفيق، صادر عن الشيخ محمد سالم عوض علي بن